السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في منصة تدميرة. أول ما بنبتدي خطوات السفر بيقولوا لنا جهزوا الداتا فلو. إيه الداتا فلو دي؟ ويا ترى هنعملها إزاي؟ ويا ترى إشمعنى الداتا فلو دي ظهرت الأيام دي أو حديثا؟ ليه ما كانتش موجودة زمان؟ وهل لها مدة صلاحية؟ وهل ينفع استخدمها لدولة أخرى؟ يعني لا قدر الله لو انا كنت مجهزها للكويت وما حصلش نصيب، ينفع استخدمها لدبي؟ ويا ترى ايه هي الاوراق المطلوبه علشان اقدر اعمل الداتا فلو؟ ويا ترى اصلا الداتا فلو دي بتتعمل ازاي؟ كل ده واكتر هنعرفه النهارده ان شاء الله في حلقه النهارده. واول حاجه عايزين نعرفها هو ايه اصلا الداتا فلو ده. الداتا فلو هي شركه عالميه بتوثق الشهادات والاوراق الرسمية من خلال إرسالها للهيئات الحكومية الرسمية. كده برضه يقول هي عبارة عن شركة بتراسل الهيئات الحكومية زي مثلا كلية تحتك أو المعهد أو المستشفى، وتتأكد من الشهادات بتاعتك دي هل هي رسمية ولا مزورة. طيب الداتا فلو دي ظهرت ليه؟ لأن كان في ناس سافرت يعني من فترة وعلى اساس ان هي مثلا معاها ماجستير ودكتوراه او حتى بكالوريوس تمريض، وللاسف الشهادات دي طلعت مزوره. طبعا من الناحيه القانونيه خدوا العقوبه بتاعتهم. فمن هنا بدات فكره الداتا فلو. الداتا فلو فكرتها ان هي عباره عن شركه عالميه بتتاكد من الشهادات بتاعتك هل هي رسميه وصحيحه ومعتمده ولا مزوره. ده الهدف الاساسي من الداتا فلو. طيب هنيجي لنقطه تانية مهمه جدا، امتى اعملها؟ النقطه دي مهمه جدا. امتى اعملها؟ يعني مثلا حد يقول ايه، طيب انا بقالي سنتين وانا كده كده ناوي اسافر، فانا هعملها بقى يعني عشان وانا لسه فاكر كده والدنيا لسه متخرج والدنيا تمام معايا يعني اعملها؟ لا طبعا ما تعملهاش. هتعملها لما تعرف انت رايح فين بالظبط. ليه اعملها لما اعرف انا رايح فين بالظبط؟ لان الداتا فلو بتختلف من دولة لاخرى. فهنيجي لنقطة مهمة جدا برضو بتسألوا عنها. طب ينفع استخدمها لدولة تانية؟ يعني انا قدمت للكويت زي ما قلت في المقدمة وما حصلش نصيب، ينفع اقدمها لدبي؟ لا. ليه؟ لان من دولة لدولة، ده حتى في الامارات من امارة لامارة بيختلف الاوراق المطلوبة. فالداتا فلو ما تعملهاش ابدا الا لما تعرف انت رايح فين بالظبط، لان بيختلف الاوراق من دولة لدولة. دي نقطة مهمة جدا. طيب ايه هي بقى الاوراق المطلوبة عشان اقدر اعمل الداتا فلو؟ عندي 8 حاجات اساسية. اول حاجة طبعا الشهادات العلمية بتاعتك من اول بكالوريوس ماجستير دكتوراه، كل شهاداتك العلمية والثانوية العامة، كل الحاجات دي لازم تحضرها. جواز السفر، كارنيه النقابة، صورة البطاقة، ترخيص مزاولة المهنة، شهادة خبرة حديثة، وأكدوا على كلمة حديثة، ما ينفعش شهادة خبرة قديمة وأقدمها خالص. شهادات الخبرة دي والسير والسلوك من الحاجات اللي لازم تكون حديثة. صورة شخصية، صورة بزي التمريض، يبقى وانت لابس زي التمريض. أعملها أنا ولا أروح لشركة؟ انا ارجح ان انت تروح لشركه، لان هم متخصصين في الحته دي عشان لا قدر الله حصل اي مشكله في الموقع ما تبقاش قلقان. يعني انت مجرد بتديهم عموله معينه او مبلغ معين بيخلصوا لك الورق بتاعك، حتى لو في مشكله هم بيقدروا يتعاملوا. غير لما انت بتدخل اول مره بيبقى الموضوع ممكن فيه صعوبه او ممكن يحصل اي مشكله فبتبقى قلقان. بتاخد وقت قد ايه؟ يعني في خلال شهر بتخلص الورق. يعني هي في خلال الشهر ده بتبتدي تراسل المستشفى او بتراسل الكليه عشان تتاكد من الشهادات بتاعتك.